طيب فيديو النهاردة هنتكلم عن الشخص اللي بيكذب على الناس وعلى نفسه. فالفيديو ده مهم جدا، واكيد انت في يوما ما قابلت حد كان بيكذب بشكل اوفر لدرجة ان هو مفيش حد اصلا فينا حياته جامدة قوي كده، فانت بتقعد معاه بيقولك قد ايه هو معاه وقد ايه هو بيشتري وقد ايه هو بيلبس. انا قابلت ناس كده، والفيديو ده مش عن اي حد منهم، انا بس بحكي عن المشكلة. بس لو انت شايف ان انا بتكلم عنك فحاول تعالج نفسك. انا بواجهك باللي انت مش عارف تواجه نفسك بيه. فكرك انت كشخص بتكذب على خطيبتك بان انت معاك وان انت شاطر وان انت مش عارف ايه، هل هي بتحبك انت ولا بتحب الصورة اللي انت رسمتها لها؟ الفكرة ان الشخص ده بيكذب على نفسه قبل ما بيكذب عليك وعليا. هو مش قادر يواجه عيوبه ومش قادر يواجه قد ايه هو مش غني وقد ايه هو لسه موصلش لأي حاجة، فبيفضل يوهم الناس ان هو قد ايه جامد. هو عاوز يهرب من مشاكله ومن حقيقته، فبدل ما يحاول ان هو يطور من نفسه وبدل ما يحاول ان هو يبقى حاجة كويسة، هو بيوهم نفسه ويوهم الناس ان هو حاجة كويسة. والناس عمرها ما هتحبك وانت بتكذب، لان انت مهما كذبت مسير حقيقتك تتكشف، مسير الناس تعرف ان انت ولا اي حاجة. مسير البنت اللي انت بتحكي لها عن ايه انت جامد اللي هي خطيبتك يعني، مسيرها تتجوزك وتعرف حقيقتك. في التفسير النفسي الحاجة دي اسمها الذات المزيفة. الشخص مش بيكذب عشان الكذب، هو بيكذب عشان هو شايف ان حقيقته ما تحترمش وما تتحبش. وعالم النفس الشهير كارول روجرز، اللي هي صعب بحاول اقول الاسم ومش عارف اقوله، فيا رب اقوله صح او يا رب هكتبه لكم على الشاشه وخلاص عشان اخلص. بيقول لك لو تقبلت نفسك في الوقت ده بس هتقدر تتغير. ومن اهم من اللي اتكلم في الموضوع ده الفالد ادلر، وقال لك لو انت شايف نفسك قد كده الناس هتشوفك كبير ازاي. مهما كان معاك ومهما كنت غني ومهما كنت بتلبس، فانت في نظر نفسك ولا حاجة. فمهما الناس شايفينك كبير، انت داخليا شايف ان انت ما تستحقش، ان حقيقتك ما تحترمش وما تتحبش. فمش هتعرف تواجه العالم غير لما انت تحب نفسك من جوه، غير لما انت تحس ان انت فعلا شخصيتك تتحب او شخصيتك تحترم. انا مش بكلمك انت، بتكلم اللي عنده المشكلة عموما، يعني انت حبيبي. فالكذب هنا مجرد قناع عشان الناس ما تشوفش حقيقته. بس بجد الناس دي بيصعبوا عليا، هو مش عارف يسعى لأي حاجة فبيكذب. والمشكلة هنا ان هو هيكذب عليا وهيكذب على فلان وهيكذب على فلان، فلما يجي بعد فترة هو مش فاكر قال ايه لمين، فهيفضل يغلط فحقيقته بتتكشف. لان الكذاب دايما نساي، وان الكذب برضه ملوش رجلين. هو بيشوف نفسه مجرد سلعة محتاج يتسوق لها، مش مجرد انسان ممكن يغلط ويعمل حاجة صح. هو بيستعر من نفسه، عنده عري داخليا بينه وبين نفسه. هو مش عاوز الناس تعرف باباه شغال ايه، عشان هو مش قادر يعترف ان اهله ناس بسيطة. زي مثلا شخص بيفتح مشروع محل، فصرف كل فلوسه على اليافطة وعلى الديكور، ولكن بتفتح الباب انت ما بتلاقيش اي حاجة. المحل متكلف قوي من بره، الوان بقى ويفط واعلانات، ولكن هو من جوه زي الزفت. تفهمني؟ إريك فروم في كتابه بيقول لو كنت انا ما املكه وخسرت الحاجة اللي انا بملكها فهكون انا مين؟ يعني انا لو قلت لك ان انا غني ويوما ما خسرت المنصب او المكانة اللي انا فيها، فانا كده بنتهي. زي مثلا شخص معاه عربية وخسرها، فهو قيمته في العربية مش في نفسه. يعني تخيل شخص بيسعى وبيتعلم وصارف كل مجهوده على نفسه عشان يكبر نفسه، عشان يبقى لنفسه قيمة محدش هيعرف يسرقه منه. مهما يخسر في اي حاجة في ممتلكات فهي مجرد ممتلكات، هو قيمته في نفسه. يعني انا لو بعتمد على الذكاء الاصطناعي ان هو يكتب لي الفيديوهات بتاعتي او يخلص لي شغلي او ايا كان، والذكاء الاصطناعي يوما ما اتقفل، انا مش هعرف اعمل اي حاجة. ليه؟ لان انا مش بعتمد على نفسي، انا مش بعتمد على دماغي، انا بعتمد على حاجة لو هي اختفت انا مش موجود. انا بعتمد على كاميرا لو هي مش موجودة انا مش هعرف اظهر، انا مش هعرف اتكلم. او بعتمد على شخص لو الشخص ده مش موجود انا مش هعرف اعمل اي حاجة من غيره. فالفكرة هنا انك تعتمد على نفسك وتكون نفسك، ما تكونش اي حد تاني. فاهمني؟
انا حاسس ان انا بتكلم بسرعه ليه مش عارف. انا عارف ان انا في الفيديو ده هقول اسامي كتب كتير عكس كل الفيديوهات اللي فاتت، بس بجد الفيديو ده يعني انا حاسس ان هو مهم. ففي شخص اسمه ثانية واحدة عشان ايه انا حوار الاسامي ده صعب بالنسبة لي. ناتانيال براندر قال لك تقدير الذات هو السمعة اللي انت بتبنيها مع نفسك. انت سمعتك مع انا مثلا شايف ان مؤمن ده حد كويس، خلاص انا مش فارق لي رأيك، انا عارف انا مين، انا مش هستنى الناس تسقف لي عشان احس ان انا موجود. شرح كلام براندون بيقول لك ان الشخص ده عنده سمعة سيئة عن نفسه، هو شايف ان هو عشان فقير فهو ما يتحبش، ما يستحقش ان هو يتحب، عشان بسيط ما يستحقش ان في واحدة تكون في حياته. ولكن الفرق بين الطموح والشخص اللي بيدعي ان هو ناجح ان الشخص الطموح هو بيسعى وبيحاول وبيتعلم عشان يبقى ناجح، اما الشخص اللي بيدعي ان هو ناجح هو مش عارف يوصل لاي حاجة، فبيقول لك انا عملت وانا سويت وانا اشتريت وانا الدنيا. بيحاول يتفاخر بين الناس. يوما ما اكيد قابلت حد في شغل او في شارع او في اصحاب او في وسط لما بيحاول يعني يبرز نفسه وسط الناس، ودايما هتلاقي الناس مش بتديله اهتمام عشان هو محتاج ده، عشان هو بيحاول مركز على ده. يعني انا لو فضلت اكذب كتير وانت انت هتلاحظ ان انا بكذب كتير، انا مش مركز على نفسي، انا مش بركز على نقط ضعفي فبنميها، لا انا من جوه هش جدا، فانا بحاول اكذب عشان ابني بيت من رملة واستخبى فيه، فاهم؟ ومع شوية مية البيت ده فاهم حاجة؟ وفكرة بقى السوشيال ميديا وكده الناس بقت تخاف ان هو يظهر ان هو شخص عادي. عادي يعني انا بسعى ان انا اشتغل واخلص شغلي واروح البيت والاولاد ويبقى عندي اسرة مستقرة والدنيا تمام. ده نجاح اصلا ان انت تبني اسرة كويسة، ده في حد ذاته نجاح. ولكن في ناس بجد هو عنده مشكلة ان هو يبقى شخص عادي، هو عاوز يبقى في افخم بيت وفي افخم حاجة عشان يوريك ان هو تمام. بس انا كده اقدر اقول ان انا قلت كل اللي في قلبي. لو انت شخص بجد عندك المشكلة دي، حاول تغير من نفسك، حاول تتعلم، حاول تنمي مهارات مخك وعضلات نفسك داخليا يعني قبل بره. وخليك عارف لو انت شايف نفسك قليل عمر ما حد هيحبك وعمر ما حد هيشوفك كبير. نفسك صورتك لنفسك هي اهم حاجة. فلو انت شايف نفسك قليل الناس هتشوفك كبير ازاي؟ خليك واثق في نفسك. الثقة بالنفس حاجة كبيرة قوي. انت بجد هتفرق لك. ممكن الفيديو اللي جاي او الفيديو اللي بعده يعني نتكلم في اي موضوع انت عاوزه، او ممكن نتكلم عن الثقة بالنفس. ان شاء الله الفترة اللي جاية هحاول ازود من الفيديوهات دي، واي حد انا قابلته في حياتي بيعمل حاجة زي كده اتمنى ان هو يتغير بجد، وربنا يسترنا جميعا. ما تحاولش تبين للناس اي صورة. تقريبا احمد مكي غنى عمل اغنية عن الفيديو بتاعت فيلم طير انت، فاهم؟ لبس 1000 ماسك و1000 شخصية عشان البنت اللي بيحبها تحبه، ولكن ما حبتهوش غير لما كان نفسه. فما تحاولش تكون حد تاني، صح؟ مش فاكر الاغنيه عشان انا عارف ان الفيديو ده هيكون فيه قطات كتير قوي، بس المشكله مش فيا، المشكله في الاوضه بجد. ان شاء الله يكون كويس، لو مش كويس هنحاول نصور، هينزل الفيديو ده ايا كان هو ايه عشان ما يضيعش مجهودي في الارض. مجهودي ده انا مش حاجه الاقيها في الشارع، فانت لازم تحترم نفسك. يا رب تكونوا في خير ويا رب الفيديو يعجبكم. اكتبوا لي اللي انتوا عاوزينه. هو مفيش حد بيسمع يا اسطى، يعني المشكله ان مفيش غير ولد واحد اسمه سيف، حبيبي يا سيف. ومش بيكمل الفيديو اللي لا ما اعرفش والله، يعني مش مشكله. تمام حبيبي يا سيف. تكدبش يا اسطى، الناس لو ما حبتكش بشخصيتك بكل حاجه فيك الناس دي ما تستهلكش. صح، كنت عاوز اسالكم على حاجه معلش قبل ما اقفل. انا عندي مشكله في حوار اللبس. ايه رايكم البس سويت شيرت احدده للفيديوهات بس، فاهم؟ فاشتري انهي لون من الالوان اللي هتظهر قدامكم،
عشان انا بجد عندي محتار يعني، وما عنديش حد اخد رايه غيركم. يعني ايا كان مين اللي هيقول رايه، فانا مستني رايك. شكرا، اشوفكم على خير، يا رب الفيديوهات تعجبكم. السلام عليكم.